لأ، طالما الموضوع يتعلق بكرامتك اللي هي أغلى شيء أنت بتملكه، فأنت لازم تسيب الشخص اللي بينتهك وبيتعدى على حدود كرامتك. اكسر قلبك دلوقتي ودوس على قلبك دلوقتي، بس صدقني هتريحه بعدين مع الأيام اللي فاضلالك بقية حياتك. حتى لو كانت روحك فيه، حتى لو أنت متأكد إنك مش هترتبط بحد تاني من بعده، مش هتعرف أصلًا. والخطوة الشجاعة دي رغم صعوبتها ألا إن هي أفضل مليون مرة من إنك تتساب ويتداس على قلبك غصبٍ عنك، وتكتب على قلبك إن هو مع مرور الأيام يحس بنوع معين من الألم اللي بيبقى صعب التداوي منه إلا من خلال الشخص صاحب الألم، فيبقى الشخص ده هو الداء والدواء وهو مش موجود. يا سلام! هيبقى أفضل مليون مرة من الندم وشعورك بالحسرة، وإنك تقول بينك وبين نفسك أنا كنت عارف إن أنا كده كده هتساب. كان جوايا صوت داخلي صادق كان بيحذرني وبيقول لي، بس أنا كنت بتجاهل كلامه، معرفش ليه. أنا دلوقتي مش بتمنى رجوع الشخص ده في حياتي تاني، بس اللي بتمناه بجد إن يرجع بيا الزمن وأسيب قبل ما أتساب. يمكن كنت حاسس ساعتها إن أنا عملت حاجة صح المرة الأولى في حياتي، أو على الأقل ما أحسش بالشعور اللي أنا حاسه تجاه نفسي دلوقتي، شعور إني مرفوض. أنا عارف إن الموضوع صعب وكلامي بيوجع، بس مين فينا مش بيحب الدوا طالما بيعالج؟ وخليني أقولك إنك كلما حسيت بألم بسبب كلامي ده، فده بيدل وبينم إن أنت عندك مشاعر صادقة وقوية جدا ما يستاهلهاش غير الشخص اللي فاهم حقيقة قلبك، اللي يودك قبل ما يحبك، اللي يكون قلبه أبيض شبهك. فأنت دلوقتي ممكن تقول لي طب يا إبراهيم كلامك حلو، بس أنا مش قادر أبعد عن الشخص ده، أنا لسه متعلق بيه، أنا لسه عايزه في حياتي رغم أذيته. تعال نحسبها بالعقل وبالمنطق ونعرف ايه هو التعلق. معناها ان انا اكون متعلق بشخص. لما اكون متعلق بشخص معناها ان الشخص ده بالنسبه لي هو المصدر الوحيد والمتاح امامي لاشباع الاحتياجات والنفسيه والعاطفيه اللي عندي. كل واحد فينا كبشر عنده احتياجات نفسيه وعاطفيه، فلما يلاقي حد بيشبعها له بشكل كامل بيحبه وبيتعلق فيه. احتياج للامان، احتياج للحب، احتياج للاحتواء، احتياج للتفاهم، احتياج للاستماع، احتياج للتقدير، احتياج بالفخر، احتياج بالاعتراف، احتياجات لا تحصى ولا تعد. فكونك متعلق بالشخص ده فربما تكون انت مش متعلق بيه كشخص، انت متعلق بيه كمصدر لاشباع الاحتياجات النفسيه والعاطفيه اللي عندك. كل ده لحد دلوقتي طبيعي، ما اقدرش الومك عليه لانك بشر كلنا بنحس بالمشاعر دي، بس اللي مش طبيعي انك تسكت اول ما يظهر المنافس الشرس على الساحه. الكبرياء. المنافس الشرس لما تلاقي المنافس ده ركب الشخص اللي انت مرتبط بيه وبقى بيكابر، بقى بيعاند وبيقول كلام بيتعارض مع مفهومك انت عن نفسك، فبتحس باضطراب. لا مش انا اللي اتقال لي كده. هنا بقى بتبدا المعادله الخطيره، ورقه وقلم وخد عندك. في الاختبار الصعب ده قدامك خيارين، اما تفضل كرامتك على ارتباطك وادمانك للاحتياجات النفسيه والعاطفيه بسبب الشخص ده كمصدر اساسي ومتاح ووحيد، أو إنك تتمسك باحتياجاتك النفسية والعاطفية بإيدك وبسنانك على حساب حاجة اسمها كرامة. بيني وبينكم 90% من الناس بتختار التاني، بيختاروا احتياجاتهم على حساب كرامتهم، وبيبرروا ده بقى في عقليتهم، بيقولوا الحب مفهوش كرامة. لا يا صديقي، الحب فيه كرامة إلى أن يأتي ذلك الشخص الذي يستطيع أن يثبت لنا العكس. فلما انت سيادتك تفضل احتياجاتك النفسية على حساب كرامتك، هنا بيحصل لك خلل نفسي بيتعارض مع الفطرة اللي ربنا خلقك عليها. وخليني اقول لك اغلب الناس بتفضل مكملة ومعمية وبتتساب وبتتخذل، ويا ريت كده وبس. دول بيحسوا طول الوقت اللي هم موجودين فيه في العلاقة ان في حاجة ناقصة، عقدة في السلسلة كده مفقودة، فمش مدية السلسلة اي قيمة. تحس ان هو موجود بس مش موجود، فمش بيشبعه. تخيل تروح تروي عطشك في حاجة انت عطشان لها فتعطش اكتر لما تلجأ لها. فيا صديقي كل الخيارات متاحة قدامك، هو قرار الواحد بياخده وساعتها تبدأ تتغير كل حاجة من حواليه. بس انا حابب اقول لك جملة وحطها حلقة في ودنك عشان ابقى فوضت امري الى الله. اذا اكرمت نفسك سيكرمك الله، وسيسخر لك من على الارض لاكرامك. واذا اهنت نفسك زرع الله في قلبك الهون والضعف واهانك الناس، لانك قد فرطت في اغلى شيء قد ملكك الله اياه، الكرامة. وايا كان القرار اللي انت هتاخده، حابب اقول لك حاجة اخيرة، المشاعر النفسية بتتعوض بس الكرامة مش بتتعوض. أنا هنا كلامي خلص، بس أنا حابب أشكر من قلبي للناس اللي عارفة نفسها اللي دعمتني في بدايتي على اليوتيوب
بسبسكرايباتهم ولايكاتهم وكومنتاتهم. انا بوصل لكم رساله ان انا بحبكم جدا جدا، وعلشانكم انا هبذل اقصى جهد عندي علشان اوفر لكم كل اللي انتم محتاجينه من المعلومات والتخاطر والجلسات وفك التعلق والاستشفاء الذاتي والتنميل الايحائي وكل حاجه ربنا من عليا بيها بعلمه.